اعتقد جه الوقت اللي نعمل فيه الفيديو ده. النهارده هنتكلم عن الحارس الشاب خوان جارسيا. اساله هنبدا، انزل اعمل لايك حالا وسبسكرايب في القناه عشان نوصل لل1000 سبسكرايبر، ويلا بينا نبدا. خوان جارسيا من مواليد 2001، حارس مرمى اسباني بيلعب في برشلونه، اصله من كاتالونيا، وبدا مسيرته في نادي سالنت قبل ما ينضم لاكاديميه الشباب في نادي اسبانيول، وهناك بدا يشق طريقه للفريق الاول ويبقى الحارس الاساسي للنادي. وفي يونيو 2025 انتقل رسميا لبرشلونه بعد ما نادي برشلونه فعل الشرط الجزائي في عقده. بس تعالى بقى نبدا من الاول واقول لك مسيرته بالتفصيل. جارسيا اتولد في سالنت وبدا يلعب كوره وهو عنده 4 سنين، وفي البدايه كان بيلعب نص ملعب، لكن بعدين اتحول لحارس مرمى بسبب اخوه الكبير اللي كان بيلعب في نفس المركز ده. لعب في اكاديميات ولعب في نادي الدام الاسباني، ومن هنا بدا الحلم الحقيقي. انضم لاكاديميه الشباب في اسبانيول سنه 2016 وهو عنده 15 سنه. اول ماتش ليه مع الفريق الرديف كان في 2019، وبعدها جدد عقده لحد سنه 2025. اول ظهور ليه في الفريق الاول كان في كاس الملك سنه 2021، وبعدها شارك لاول مره في الدوري الاسباني سنه 2022. وبعد رحيل الحارس الاساسي في اسبانيول، جارسيا خد التيشيرت رقم 1 في موسم 2022-2023، ومن هنا بدا يجني سمعته كحارس موهوب، وشارك في الدوري وكاس الملك. في 2023 مدد عقده لحد 2028، وبقى الحارس الاساسي للفريق في الدرجه الثانيه، وساهم في عوده الفريق للدوري الاسباني من تاني. جمهور النادي اختاره كافضل لاعب في النادي الموسم 2023-2024، وفي موسم 24-25 جارسيا كمل كاساسي وقدم تصديات هايله جدا قصاد فرق كبيره زي اتلتيكو مدريد وريال مدريد، وساعد فريقه انه يحقق اول انتصاراته في الدوري، وشارك في الديربيات ضد برشلونه وجيرونا. ساعتها ممكن يكون جه فيه جوان كتير، لكنه حافظ على شباكه في مباريات تانية كتير مهمه. وفي فبراير 2025 قدم اداء مذهل قدام ريال مدريد وتصديات قويه ومذهله ضد ريال سوسيداد والافيز، وكمل تالقه ده لتصديات حاسمه منها ركلتين جزاء قدام مايوركا، وخلى شباكه نظيفه في ماتشات كتيره بعد كده، وساعد فريقه انه يكسب على ارض رايو فايكانو اللي يعتبر اصعب الملاعب في اسبانيا. وجارسيا نهى موسم 2024-2025 كاعلى تصديات بين كل حراس المرمى في الدوري، وده عزز سمعته كواحد من افضل الحراس في الدوري الاسباني. وفي يونيو 2025 اعلن اسبانيول رحيل جارسيا بعد ما برشلونه دفعت الشرط الجزائي اللي كان 25 مليون يورو تقريبا. وفي نفس اليوم اعلن برشلونه رسميا انه وقع مع اللاعب لحد سنه 2031، يعني 6 سنين تقريبا، وهي تبدا رحلته في قلب كاتالونيا الاصلي. لعب اول ماتش ليه اساسي مع برشلونه في الدوري في الجوله الاولى قدام مايوركا، قدر برشلونه في الماتش ده يكسب 3-0. خوان جارسيا يعمل اول كلين شيت ليه رسمي مع برشلونه في ماتش رسمي، وبعدها في تاني ماتش قدام ليفانتي نكسب 3-2 ويدخل في مرمى جونين منهم جون ضربه جزاء. لكن تقييم جارسيا في الماتش ده كان 7.1، رغم ان دخل فيه جوان بس قدر انه يعمل 3 تصديات حاسمه من جوه منطقه الجزاء. وبعد ما هانز فليك شاف الاداء ده يعلنها في مؤتمر صحفي، جارسيا هو الحارس الاول للبارسا. وفي الماتش اللي بعده برشلونه تعثر قدام رايو فايكانو 1-1، وبيكون رجل المباراه جارسيا برضه بعد ما تصدى ل5 اهداف محققه. الماتش اللي بعده برشلونه بيكسب فالنسيا 6-0، وحقق جارسيا تاني كلين شيت ليه. بس خلي بالك كل الماتشات اللي قلتها دي تقييم جارسيا ما قلش عن 7، وجارسيا يكمل سلسله ماتشاته مع برشلونه في دوري الابطال كمان قدام نيوكاسل، وبعديها قدام ختافي وفيدو، عشان بعدها يتصاب جارسيا ويكون تشيزني هو الاساسي. بعد اصابه جارسيا خسرنا اول ماتش في الموسم قدام باريس سان جيرمان، وبعدها على طول نخسر 4 من اشبيليه، وبعديها بحبه نخسر من ريال مدريد. الحق يتقال في ماتش مدريد المشكله ما كانتش تشيزني، لانه خد اعلى تقييم في الماتش وتصدى لضربه جزاء من كيليان امبابي. بس بقيه الماتشات اللي قبليها زي ماتش اشبيليه وماتش باريس برشلونه فعلا كانت محتاجه جارسيا، عشان بعدها يرجع جارسيا قدام الافيز. ومن الماتش ده لحد دلوقتي ما خسرناش ولا ماتش، وسلسله انتصارات في الدوري ل9 ماتشات متتاليه، ودخل فينا 6 اهداف بس في الدوري ودوري الابطال. واخر مباراه كانت مباراه اسبانيول اللي قدم فيها جارسيا اداء تاريخي رغم الصفارات والشتايم اللي كان بيسمعها طول الماتش. صح، عايز اعرف رايكم في لقطه جارسيا مع جيرارد مارتن لما زقوا على الكوره. تفتكر لو تير شتيجن اللي كان واقف كان ممكن يعمل ايه هنا؟ الفيديو ده اتصور بعد الكلاسيكو اللي كسبنا فيه 3-2، وخوان جارسيا في الماتش ده قدم اداء كويس جدا، واتمنى انه يكمل بنفس النسق التصاعدي ونفس الاداء ده مع برشلونه. عايزك تقول لي في الكومنتات هل انت فعلا شايف ان برشلونه كسب حارس كبير، حارس يكسب الفريق بطولات؟ هستنى رايك تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واتفرج على اخر فيديو من هنا. سلام.